اخطر سجن بالعالم، السجن محدش قدر يهرب منه غير مرة واحدة بس. الكتراز، سجن مبني على جزيرة في نص البحر، أكتر سجن محصن في التاريخ. ومع إنه في محاولات هرب كتير صارت، لكن ولا واحدة نجحت غير محاولة واحدة بس. القصة هذه صارت في عام 1962، يعني قبل حوالي 60 سنة. طيب ليش تعتبر قصة الهروب من سجن الكتراز واحدة من أعظم عمليات الهروب في التاريخ؟ هذا السجن تم افتتاحه في عام 1934، ولمدة 28 سنة ما حدش قدر إنه يهرب من هذا السجن إلا في سنة 1962. وفي 1963 تم إغلاق السجن. بس سبب إغلاق السجن مش الهروب، سبب إغلاق السجن حسب ما بيحكوا يعني إنه تكاليف إدارة السجن عالية جدا. أسطورة السجن تكمن إنه مبني على جزيرة محاطة بالمياه من كل الاتجاهات، وبتبعد عن شاطئ البحر مسافة 2 كيلومتر. يعني لو قدرت تشرد من أسوار السجن كيف بدك تشرد من الجزيرة؟ مش هتقدر. وغير هيك المي باردة جدا جدا، حتى في عز الصيف المي باردة جدا. حتى إنه في أساطير تاني طلعوها إدارة السجن عشان يمسحوا من راس اي مسجون فكرة الهروب من السجن. من هذه الاساطير انه مية البحر حوالين السجن مليانة اسماك قرش، ومن الاساطير الثانية انه جميع حراس السجن محترفين جدا في التصويب، وعندهم اوامر باطلاق النار على اي مسجون بحاول الهرب. طبعا هذا السجن كان يحطوا فيه اخطر المجرمين، والمجرمين اللي بقوا دائما يهربوا من السجون عشان مستحيل يهربوا منه. يعني بدك تقضي محكوميتك غصب عنك، ومش راح تشرد ولا حتى في احلامك. من هدول المساجين كان في واحد اسمه الكابوني، هذا كان زعيم عصابات امريكيه سفاح. ولكن مع كل هذا هل بتعتقدوا انه محدش راح يحاول انه يهرب؟ اكيد لا. سجن الكتراز صار فيه 14 محاولة هروب، كل هذه المحاولات فشلت واصحابها يا اما انمسكوا يا اما فارقوا الحياة، ما عدا محاولة واحدة بس اللي هي قصتنا لليوم. المساجين اللي هربوا من السجن كان عددهم 4. الاول اسمه آلين ويست، والثاني اسمه فرانك موريس، والثالث اسمه جون انجلين، والرابع اسمه كلارنس انجلين. ولكن للاسف هم 3 بس اللي قدروا يهربوا من السجن، فرانك وجون وكلارنس. طب ايش صار مع آلين ويست؟ راح نتكلم عنه بعدين ونحكي التفاصيل اللي صارت معه. طبعا هدول الأربعة كان عندهم محاولات هروب من السجن في سجون مختلفة، ولكن مسكوا عشان يمحوا من راسهم فكرة الهروب من السجن، جابوهم على سجن الكتراز. صاحب فكرة الهروب كان آلين ويست. كان المساجين في داخل السجن بتوزع عليهم أعمال مختلفة، من هذه الأعمال كانت أعمال تنظيف. وفي يوم كان آلين ويست قاعد بنظف أسطح الزنازين، هذه المنطقة بتكون موجودة فوق الزنازين، وهو بنظف لاحظ إنه في أنبوب تهوية بيؤدي إلى سطح السجن. طبعا أنبوب التهوية هذا كان في عليه قضبان حديدية مسكرة، ولكن كان من السهل إنه يتم خلعهن. فكر آلين ويست إنه ممكن يهرب من السجن من خلال الفتحة هاي. بعد ما خلص آلين ويست تنظيف راح على السريع وحكى لفرانك موريس على الموضوع. فرانك موريس كان محبوس في الزنزان اللي جنب زنزانته بالضبط، والزنزانتين كانوا تقريبا تحت فتحة التهوية اللي اكتشفها آلين ويست بالضبط. اول ما عرف فرانك في الموضوع بدا يفكر ويخطط كيف بدهم يهربوا من السجن، مع انه آلين ويست هو اللي اكتشف الفتحه وهو اللي فكر في الموضوع اول، ولكن اللي خطط للهروب كان فرانك. طبعا فرانك موريس كان اذكى واحد فيهم. حسب سجلات السجن فرانك كان الاي كيو عنده 133، هذا معناته انه جدا جدا ذكي. طبعا مش عبقري، ولكن مع ذلك 2% في العالم عندهم مستوى الاي كيو هذا. فرانك بدا تخطيط، واول اشي سواه هو انه دعا الاخوين جون وكلارنس اللي زنازينهم بجانب زنزانة فرانك وآلين. والمسافة القصيرة بين الزنازين كانت واحدة من أهم العوامل اللي ساعدت في عملية الهروب، لأنها ساعدت على التواصل بيناتهم بشكل دائم. الطريقة الوحيدة للهروب من خلال فتحة التهوية اللي اكتشفها آلين كان من خلال ممر موجود ورا الزنازين، يعني الزنازين تبعتهم في وراها ممر ومساحات عشان التمديدات الصحية. الخطة كانت هو إنهم يطلعوا من الزنازين تاعتهم على الممر هذا، ومن الممر يتسلقوا لحد ما يوصلوا لأعلى الزنازين، وفوق الزنازين موجود الأنبوب اللي بدهم يهربوا منه، ومن هناك بدهم يخلعوا القضبان الحديدية اللي مسكر الفتحة ويتسلقوا لأعلى السجن. لكن كيف بدهم يقدروا يطلعوا من الزنازين تاعتهم على الممر هذا؟ الطريق كانت من خلال فتحات تهوية موجودة في كل زنزانة من زنازينهم، ولكن الفتحات هذه كانت صغيرة جدا ما بتسعش جسم الإنسان، مستحيل يقدروا يعبروا منها. فرانك موريس اللي هو العقل المدبر للعملية لاحظ إنه جدران السجن مش معمول لها صيانة من زمان، وإنها صارت قديمة وصار من السهل إنها تتكسر، وخاصة إنه مية البحر المالحة بتأثر بشكل كبير جدا على الجدران، وهيك صار سهل جدا إنهم يقدروا يحفروا بالجدران. وعلشان يقدروا يحفروا كانوا محتاجين ادوات، بس كيف بدهم يقدروا يدخلوا ادوات لداخل الزنازين تاعتهم؟ الجماعه بطريقه ما قدروا انهم يهربوا ملاعق طعام لزنازينهم، باستخدام معالق الطعام هذه ضلهم يحفروا بالجدران. وطبعا الحفر اخذ وقت طويل جدا، اثناء الحفر لازم يحافظوا على السريه التامه، ما ينفعش حدا من حراس السجن يشوفهم. واحده من النظريات بتقول انه كانوا بيحفروا وقت ما يصير في ضوضاء في السجن. يقال انه بالسجن كان بالليل بيسمح للسجناء بانهم يعزفوا، كان في عند كل
كل واحد فيهم اداة موسيقية وبقوا يعزفوا. كان مسموح للسجناء بانهم يعزفوا كل ليلة لمدة ساعة، وبيعتقد انهم كانوا بيحفروا بالجدران بهذا الوقت. كان في دائما واحد على الاقل بيراقب ممر السجن، عشان السجن كان مليان جدا حراس. كان بالنسبة لعدد المساجين عدد الحراس كبير جدا، اعلى من اي سجن ثاني في امريكا كلها. اللي كان بيساعدهم كمان ان المساجين الموجودين في حوالينهم في الزنازين اللي حواليهم كانوا بيعرفوا خطة الهروب، كانوا بيقدروا يشوفوهم وهم قاعدين بيحفروا بالجدار، ومحدش راح وشى عليهم، بالعكس كانوا بيساعدوهم. في تقرير الاف بي اي انذكر انه حوالي 80 شخص كانوا في السجن بيعرفوا بعملية الهروب، يعني تقريبا نص المساجين اللي في السجن كانوا بيعرفوا خطة الهروب، ولا واحد فيهم وشى عليهم. طبعا خلال عملية الحفر هذه كانوا محتاجين انهم يغطوا الفتحات اللي كانوا بيحفروها، فصنعوا الواح كرتونية ودهنوها بالضبط زي دهان جدران الزنزانة، وكانوا بيستخدموا شوية اسمنت عشان يلزقوها بمكانها، وكانوا احتياطا يحطوا قدام هذه الفتحات اي اغراض عندهم موجودة بالسجن عشان يغطوها. المهم بعد عدة اشهر قدروا انهم يحفروا فتحات يقدروا من خلالها تدخل اجسامهم، وبهيك المرحلة الاولى من العملية تمت. وهلقيت بدهم يلاقوا طريقة يقدروا فيها يطلعوا من الجزيرة، وعشان يعبروا البحر كان لازم طريقة ما يقدروا يصنعوا قارب. وهم في السجن قدروا انهم يحصلوا على مقالة تحكي هذه المقالة عن طريقة لصناعة قارب نجاة من خلال سترات المطر البلاستيكية، وهذه السترات كانت موجودة وبكثرة داخل السجن ومحدش كان عامل لها حساب، فشوي شوي صاروا يسرقوا هذه السترات من السجن، والسجناء التانيين كانوا يتعاونوا معهم ويساعدوهم. بالنهاية قدروا انهم يجمعوا 50 معطف من معاطف المطر هذه. ولكن وين بدهم يخبوا هذه المعاطف؟ المكان الوحيد اللي كان مناسب هي المساحة الموجودة فوق زنازينهم، المساحة اللي اكتشف فيها ألين ويست الأنبوب اللي راح يؤدي لهروبهم. ولكن المشكلة انه هذه المساحة مكشوفة ومليان حراس بيقدروا يشوفوهم. ألين ويست سوى خدعة ذكية جدا. ألين كان عنده مهمة تنظيف هذه المساحة بشكل دائم، أقنع الحراس انه لازم يعلق شراشف على جدران المساحة هذه عشان الغبار وهو بكنس ما ينزلش لتحت، حتى انه بقى يكب غبار على الحراس اللي بمروا تحت المساحة عشان يقنعهم ويبين لهم انه هذه مشكلة لازم تنحل ولازم يغطي الجدران. وفعلا نجحت الخطة وسمحوا له انه يعلق الشراشف على جدران المساحة، فصار المكان مغطى وبعيد عن اعين الحراس، واستخدموا المساحة هذه كمان زي ورشة عشان يبنوا القارب تبعهم. فهذه الشراشف ضلوا معلقات لشهرين كاملات. خلال الشهرين هذه ضلهم يتناوبوا على صناعة القارب، وكانوا كمان شغالين على قطع القضبان اللي كانت مغطية انبوب التهوية اللي راح يهربوا منه. ولكن في مشكلة، كيف راح يقدروا يكونوا موجودين على السطح ويغطوا مكانهم في الزنزانة؟ كيف راح يوهموا الحراس انهم موجودين في الزنزانة وهم موجودين في المساحة قاعدين بيشتغلوا؟ فشو راح يسووا؟ صنعوا رؤوس مزيفة عشان يوهموا الحراس انهم نايمين، هم اصلا كان شغلهم اغلبه في الليل، فكانوا يحطوا هذه الرؤوس على المخدة ويغطوها في البطانية، فكان لما يمر الحارس على المسجون يشوفه نايم ما كانش يفكر كتير في الموضوع وكان يمر عنه. السؤال هو كيف صنعوا هذه الرؤوس وكيف جابوا المواد اللي استخدموها في صناعة هذه الرؤوس؟ المواد هذه كلها كانت متوفرة في زنازينهم، كل اللي كانوا محتاجينه هو شوية صابونة، كانوا يمزجوه مع الغبار اللي كانوا بيستخرجوه من عملية حفر الجدران، وجابوا مناديل الحمامات وخلطوها مع معجون قدروا يجيبوه من واحدة من ورش السجن، وبرضه جابوا شوية أصباغ من واحدة من ورش السجن، خلطوا كل حاجة مع بعض وقدروا انهم يصنعوا هذه الرؤوس. ولكن أهم جزء في الرؤوس هذه هو الشعر. كيف راح يجيبوا شعر؟ الشعر كان اشي صعب جدا انهم يزيفوه، وفعلا ما زيفوهوش، جابوا شعر حقيقي. طب كيف جابوا الشعر الحقيقي هذا؟ كلارنس أنجلين كان شغال حلاق السجن، كان يجيب معه كميات قليلة من الشعر لحد ما صار عندهم كمية شعر كافية يحطوها على الرؤوس. فبهذه الطريقة قدروا انهم كل ليلة يطلعوا يشتغلوا في الورشة تاعتهم اللي هي موجودة فوق زنازينهم. استمر هذا الوضع لمدة شهرين وهم بيشتغلوا على القارب، وبعد ما خلصوا اخيرا اجى اليوم اللي بدهم يهربوا فيه. بعد ما صارت الدنيا ليل وصارت الساعة 9:30 بالليل واجا موعد النوم، بدأ السجناء الأربعة عملية الهروب. كل واحد فيهم جاب الراس اللي عنده وحطها على المخدة وغطاها في البطانية عشان إذا أي حارس مر على الزنزانة يشوف الرؤوس ويفكرهم نايمين. وفتحوا فتحات التهوية اللي كانوا بيحفروها وطلعوا للممر الخلفي للسجن، وبعدين طلعوا على الورشة تاعتهم اللي فوق الزنازين، ومن هناك لأنبوب التهوية اللي راح يطلعهم لفوق السجن. ولكن 3 منهم بس اللي طلعوا من الزنازين، اللي ما طلعش معهم كان ألين ويست. ألين ما قدرش يفتح فتحة التهوية اللي في زنزانته، فلما ال3 التانيين شافوا الوضع زي هيك قالوا له احنا راح نسبقك وانت حاول انك تفتح الفتحة وتلحقنا، وراح نجهز القارب والامور التانية لحد ما انت تلحقنا. فضل ألين ويست يحاول يفتح الفتحة والباقيين راحوا سبقوه، واول اشي سووه هو انهم جهزوا القارب المطاطي اللي صنعوه من سترات المطر، بعدين خلعوا القضبان الحديدية اللي كانت مغطية انبوب التهوية اللي راح يطلعهم لفوق السجن. وبعد ما خلصوا التحضيرات وألين ويست ما قدرش يطلع من الزنزانة، قرروا انهم يسيبوه وراهم. كانوا متفقين من قبل انه اذا اي حدا صار معه اي مشكلة يسيبوه
هو وراهم. المهم الثلاثه التانيين قدروا انهم يوصلوا للسطح، وبهدوء قدروا انهم يتسللوا للاسوار اللي كانت عباره عن شبك، قطعوه بكل سهوله وقدروا انهم يوصلوا للشاطئ، ونفخوا القارب المطاط اللي قعدوا شهرين وهم يصنعوا فيه. والساعه 7 الصبح دق جرس الاستيقاظ تبع السجناء، وكان كل سجين لازم يوقف قدام الحراس داخل زنزانته. لما وصل الحارس قدام زنزانه فرانك، لقى فرانك لسه نايم قاعد يناديه عشان يقوم، فلما لقاه مش راضي يقوم دخل الحارس ايده من بين قضبان الحديد على اساس يزق راسه عشان يصحى. وكانت الصدمه لما وقع الراس على الارض واتدحرج قدامه، وعلى طول اشتغلت صفارات الانذار في كل السجن، وبدات عمليه بحث في كل مكان، وحتى انه اجى فريق من الاف بي اي عشان يساعد في عمليه البحث. طبعا اول واحد تم استجوابه هو الين ويست، عشان لقوا في زنزانه الين ويست الفتحه، وطبعا هو ما كانش قادر يخبي الموضوع لانه واضح انه كان مشارك في العمليه، ولما حققوا معاه كان متعاون معهم لانه فيش حاجه بيقدر يخفيها. الحراس مسحوا الجزيره بالكامل، ما كانش لهم اي اثر داخل الجزيره. السلطات سووا مسح كامل لكل البحر الموجود حوالين الجزيره، وبنفس الوقت كان المحققين بيستجوبوا كل السجناء اللي في السجن، ومحدش فيهم كان راضي يتكلم باي معلومات مفيده. عمليات البحث كانت تتوسع اكثر واكثر، حتى انه عمليه البحث هذه كانت اكبر عمليه بحث سواها الاف بي اي في التاريخ، لكن السجناء اختفوا وما كانش لهم اي اثر ابدا. ومن يومها لليوم ما حدش عارف ايش صار مع هدول الثلاث سجناء، ما حدش لقى لهم اي اثر لليوم.